السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي. أنا عبير لو أول مرة تشوفوني. بما إن دخلنا في الأجواء الشتوية جايبالكم النهاردة وصفة القرص المبسوسة بخبرة سنين وتجارب كتير لحد ما وصلت للطعم المثالي. هنقول كل التفاصيل اللي تخليها تطلع معاكي هشة ولونها ذهبي ومقرمشة من بره وطرية من جوه وبتدوب، وريحتها تملى البيت دفى وطعم أصيل يرجعنا لزمان. يلا نسمي الله ونبدأ، بس فضلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة علشان دعمكم بيفرق وبيشجعنا استمر. بسم الله. في البداية هنحضر خليط الخميرة. هضيف 6 معالق كبيرة من السكر الأبيض الحبيبات، والسكر حسب الرغبة ممكن يزيد أو يقل، ومعلقة كبيرة مليانة هرمية من الخميرة الفورية، وكوباية من الحليب الدافي. ممكن تستبدلوها بمية، وممكن تعملوا خليط بين الحليب والمية. هخلطهم مع بعض كويس جدا لغاية ما الخميرة والسكر يدوبوا، واغطيها واسيبها في مكان دافي علشان الخميرة